طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. مأدوبة عشاء على شرف وفد إريتريا العسكري الزائر لإثيوبيا. دعوة لأولياء الأمور للمساهمة لمكافحة الجريمة. زرع أشجار الشورى في قلعلو. موسكو تندد على انضمام فنلندا للناتو وتتوعد باتخاذ إجراءات مضادة. الإفراج عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد جلسة اتهام تاريخية. عاصفة ثلجية تضرب البلقان وانخفاض قياسي في درجات الحرارة. من العناوين إلى التفاصيل. نظمت وزارة الدفاع الإثيوبية مأدوبة عشاء مساء 4 أبريل في مقر الوزارة على شرف وفد إريتريا العسكري الذي يزور إثيوبيا بدعوة من وزارة الدفاع. وأوضح قائد القوات الإثيوبية المارشال برهان جولا في الكلمة التي ألقاها في المناسبة التي حضرها وزير الدفاع الإثيوبي الدكتور أبراهام بلاي بالقول إن الدعم الذي قدمه لنا شعب وجيش إريتريا بعد أن طعنا في الظهر لا يقدر بثمن ولن ينساه التاريخ، وقال أنتم دوما في القلب وقد بلغنا المرحلة الآمنة لعملنا المشترك. وأضاف المارشال برهان جولا لا يمكن لأي قوة تفكيك الروابط التي بنيت بين الجيشين معربا عن ثقته القوية لتمتين الأقوى للعلاقة والصداقة مستقبلا. وقال مدير وكالة الأمن الوطني في إريتريا العميد أبرهة كاسا في الكلمة التي ألقاها ممثلا عن وفد إريتريا إن الحرب التي دخلناها مجبرين لإزالة مخاوفنا وإحلال القانون نتيجة الهجوم الفجائي والخيانة التي قامت بها عصبة ويانة تجراي ضد الجيش الإثيوبي بعد التغيير الذي شهدته إثيوبيا مكنتنا من إفشال الحملات العسكرية الثلاث لغزو الويانة وتحقيق انتصارات باهرة، وذلك نتيجة لعملنا المشترك والقيام بالهجوم المضاد. وأوضح العميد أبرهة كاسا أن أمريكا وشركائها هرولت لإنقاذ عصبة ويانة العنجهية من الموت بعد انهزامها في الحرب التي أشعلتها، وبث الروح فيها بتوقيع اتفاقية السلام في بريتوريا، مؤكدا جاهزية إريتريا للمرحلة الثانية بعد إغلاق المرحلة الأولى بالانتصار. وذكر أن الأعداء التاريخيين لإريتريا لحقوا خسائر جسيمة خلال 80 سنة تحقيقا لمصالحهم الجيوسياسية، بما أنهم لا يتخلون الآن أيضا عن طبائعهم فإن تدخلاتهم في المنطقة أصبحت جلية على الجميع. وشدد على الرغبة القوية للشعب وحكومة إريتريا لإحلال السلام المستدام بين شعبي إريتريا وإثيوبيا بتطبيق كل جوانب اتفاق بريتوريا واحترام القانون. هذا واختتمت مأدوبة العشاء بتبادل الهدايا. وزار وفد إريتريا العسكري عالي المستوى برئاسة مدير وكالة الأمن الوطني العميد أبرهة كاسا قبل ظهر اليوم مرمى التلفزيون الإثيوبي قيد التشييد في مدينة أديس أبابا. دعا قائد شرطة الإقليم الأوسط المقدم جرماي جبر ميكيل في الاجتماع الذي عقده في 4 أبريل لممثلي سكان مديريتي أخرية وأربعة أسمرة، دعا أولياء الأمور لتعزيز دورهم لمكافحة الجريمة. وقدم شرحا موسعا لأسباب وتأثير الصدامات بين طلاب الشباب والأعمال الإجرامية والظواهر غير الأخلاقية، موضحا المتابعة التي يتوجب على الآباء القيام بها تجاه أبنائهم وتعاونهم مع الشرطة. وقال أن أغلب الجرائم والمخالفات المرتكبة عام 2022 كانت من الطلاب من الصف السادس وحتى الصف العاشر في عمر 15 إلى 18 عاما، مشيرا إلى أن معظم الجرائم اكتشفت بتعاون الشعب. ودعا للحفاظ على القيم السامحة للمجتمع وترسيخ خاصة في الأطفال. وذكرت مديريتي المديريتين بأن أولياء الأمور لهم المسؤولية الكبيرة لتنشئة الأبناء بالأخلاق الحميدة وأن يساهموا في مكافحة الجريمة.
ودعا المشاركون في الاجتماع لمواصلة مثل هذه الاجتماعات التوعوية للشرطة، منادين الشرطة للاستجابة السريعة في البلاغات ومتابعة الآباء لأبنائهم وتصحيح الأفعال غير الأخلاقية في محيطهم. يقوم سكان مديرية قلعلو بنفير واسع لزراعة أشجار الشورى في عكيلو وجزيرة حرينة بعد أنشطة التوعية التي جرت في شهر يناير الماضي. وقد تم زراعة مختلف أنواع أشجار الشورى في مساحات حوالي 18 هكتارا حتى الآن. وأوضح ممثل الثروة البحرية في المديرية السيد جمال عمر شومة أن أعمال غرس الشتول وبذور الثمار تجرى بإشراف الإدارة وخبراء الثروة البحرية، مشيدا باهتمام السكان وعمال المؤسسات الحكومية في النفير. وأكد المشاركون في النفير على أهمية أشجار الشورى في حياتهم المعيشية. بحث مكتب التعليم في مديرية عدغيح ومديرية عدخالة في الإقليم الجنوبي تقوية العملية التعليمية. بحث الاجتماع الذي عقد في 29 من مارس في عدغيح نتائج وأوضاع طلاب وتعليمات جمعية المعلمين والعلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلمين وطلاب وقضايا أخرى. ودعا مسؤول التعليم في المديرية لتعزيز دور أولياء الأمور والمعلمين لرفع المشاركة ونتائج الطلاب. وفي اجتماع الدخالة دعا مسؤول التعليم في المديرية لتضافر جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع لتحقيق الكفاءة التعليمية. من ناحية ثانية شيدت فصول دراسية إضافية في مدرسة سداد الابتدائية في ضاحية قشات في الإقليم الأوسط. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ برخات قبرة الساي في مراسيم التدشين في الأول من إبريل إن بناء الفصول الدراسية سيخفض عدد الطلاب في الفصل من 87 طالب إلى 50 طالب. نظم في مديرية هيكوتا أسبوع طلاب الرياضية الثقافي بمشاركة طلاب 16 مدرسة. وأوضح مسؤول المكتب التعليمي في المديرية الأستاذ عبد القادر عبد الله أن أسبوع طلاب الرياضية الثقافي جزء أساسي من التعليم الأكاديمي، ويخلق الأرضية لتعرف الطلاب على هواياتهم في الرياضة والابتكار والاختراع. وذكر الأستاذ صالح محمد من المشرفين على الأسبوع الطلابي مشاركة 919 طالب و63 معلما في الأسبوع الطلابي. وقال مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح أن الأسبوع الطلابي يساعد الطلاب للتعرف على قيم وطنهم وخلق روح تنافسية شريفة فيما بينهم. في غضون ذلك اختتمت في مديرية غردة منافسات كرة القدم للناشئين والأشبال التي ظلت جارية منذ شهر فبراير الماضي. وقدمت في ختام المنافسات الجوائز للفرق والأفراد الفائزين والمدربين المميزين. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلن حلف شمال الأطلسي عن انضمام فنلندا بشكل رسمي. وكانت روسيا قد أكدت على أن الاتحاد الروسي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات انتقامية سواء كانت ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها من أجل إيقاف التهديدات لأمنها القومي بانضمام هيلسينكي إلى الناتو. كما قالت الخارجية الروسية أن في بيان أنها ستعتمد الخطوات الملموسة في البناء الدفاعي على الحدود الشمالية الغربية لروسيا على الظروف المحددة لدمج هذا البلد في حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك نشر البنى التحتية العسكرية للناتو وأنظمة الأسلحة الهجومية على أراضيها. وقالت الخارجية الروسية أن خطي حلف شمال الأطلسي هي خطوة أخرى أقرب إلى أراضي روسية، فيما كان الكرملين وعد بوقت سابق باتخاذ إجراءات مضادة بعد انضمام فنلندا إلى الناتو، واصفا توسيع الحلف بأنه مساس بأمن روسيا. يشار إلى أن انضمام فنلندا إلى الناتو لتصبح العضو 31 في الحلف بعد اعتمادها سياسة عدم الانحياز العسكري مدة 3 عقود،
يتيح أن يضاعف الحلف طوال حدوده التي يشاركها أعضاء فيه مع روسيا، الأمر الذي يثير استياء موسكو. قرر قاضي محكمة مانهاتن بمدينة نيويورك الإفراج عن الرئيس السابق دونالد ترامب على ذمة القضية التي بدأت إجراءاتها الثلاثاء بوصوله أمام المحكمة واستماعه إلى لائحة اتهامات جنائية في سابقة الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، سواء كانوا سابقين أو في السلطة. وغادر ترامب المحكمة بعدما تمت مواجهته بلائحة الاتهام التي تم رفع السرية عنها، وتتضمن 34 تهمة رد عليها الرئيس السابق بأنه غير مذنب. فقد دافع ترامب ببراءته من كل التهم، حيث نفى رشي لشراء صمت امرأتين قبيل انتخابات عام 2016، كما نفى تزوير سجلات تجارية. وتتضمن اللائحة أيضا تهمة التآمر. وعقب انتهاء الجلسة نشر المدعي العام لمنهاتن لائحة الاتهام، وقال أن ترامب حاول تقويض نزاهة انتخابات عام 2016، كما حاول إخفاء نشاطه الإجرامي من خلال تلاعبات في السجلات التجارية. اجتاح مع بداية فصل الربيع طقس شتوي غير عادي قرب البلقان، ما تسبب في تساقط الثلوج والرياح التي عرقلت حركة المرور في المنطقة. واستيقظ سكان عواصم صربيا والبوسنة وكوسوفو على مشهد الأشجار المغطاة بالثلوج. في كرواتيا والجبل الأسود أوقفت الرياح القوية معظم خطوط العابرات على طول ساحل البحر الأدرياتيكي، كما انخفضت درجات الحرارة أيضا إلى حوالي 0 درجة مئوية في جميع أنحاء المنطقة التي عادة تعرف طقسا أكثر دفئا في إبريل. وقالت الشرطة في بيان أن الثلوج أغلقت عدة طرق في جنوب وجنوب غرب صربيا، وتركت بعض القرى بدون كهرباء. وأفاد التلفزيون الكرواتي الحكومي أن الرياح العاتية شلت حركة المرور البحرية، بينما تسببت أيضا في حظر جميع المركبات على الطرق الساحلية. أعلنت السلطات الكولومبية عن إجلاء عشرات الأشخاص من منازلهم بالقرب من منطقة بركان نيفادا دي أرويزا، وذلك بعد زيادة النشاط الزلزالي بها. ونقلت مصادر إعلامية عن حاكم مقاطعة كالداس لويس كارلوس قوله أن حوالي 40 عائلة تعيش بالقرب من منطقة البركان سيتم نقلهم إلى أماكن أخرى كإجراء احترازي. وقد أعلنت وزارة المناجم الكولومبية أن هنالك زيادة كبيرة في النشاط الزلزالي بالمنطقة، بينما حذرت الخدمات الجيولوجية الكولومبية من ثوران محتمل في غضون أيام أو أسابيع. ووفقا لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا، فإن المستوى البرتغالي عن احتمال حدوث ثوران أكبر من أي ثوران شهده العقد الماضي. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. مأدوبة عشاء على شرف وفد إريتريا العسكري الزائر لإثيوبيا. دعوة لأولياء الأمور للمساهمة لمكافحة الجريمة. زرع أشجار الشورى في قلعلو. موسكو تندد على انضمام الناتو فنلندا للناتو وتتوعد باتخاذ إجراءات مضادة. الإفراج عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد جلسة اتهام تاريخية. عاصفة ثلجية تضرب البلقان وانخفاض قياسي في درجات الحرارة. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.